شايفين الطبق الجميل ده بنص كيلو دقيق عملنا كمية منين من الفرن هايله جدا وباقل تكلفه. طبعا حبيت اروح الفرن واجيب شويه حاجات بقى، اجيب كعب غزال واجيب بقى قراقيش واجيب قرص. يا لهوي لقيت الاسعار غير منطقيه، فعشان كده قررت اعمل لكم احلى منين باقل تكلفه، وكمان المكونات بتاعته رهيبه. مش عايزه اقول لكم شكله حلو ازاي. شايفين الساده ده؟ يا لهوي خطير جدا بقى مع كوبايه شاي الصبح ولا كوبايه قهوه. بيدوب في البق، حرفيا بيدوب في البق. ويا سلام بقى على كعب الغزال، شايفينه عامل ازاي؟ وطبعا احنا عاملين العجوه بيتي، يعني كل حاجه بيتي في بيتي. خطير جدا وبمكونات مضمونه وباقل تكلفه. تابعوا الفيديو ده وهقول لكم على كل التفاصيل. في البدايه هعمل معاكم العجوه، لان انا ما بحبش خالص العجوه اللي بتبقى جاهزه من بره، بحب اعملها في البيت. عايزين تجيبوها جاهزه مفيش مشكله، لكن انا بعملها في دقايق وبتبقى طعمها احلى من بره بكتير جدا. وهجهزها هي في الاول عشان عايزاها تبرد. هيبقى معايا في البدايه نص كيلو تمر الجاهز اللي بنجيبه من بره. انا شلته من النوايا وقطعته شرايح زي ما انتم شايفين معايا. انا كل ده عشان خاطر اخلي الفيديو قصير مش طويل. هنحطه بقى في الواك او في حله او في اي حاجه، ونشغل البوتاجاز بتاعنا. وهحط حوالي معلقتين 3 ميه بالكتير، مش اكتر من كده اهو. وهنقلب كويس جدا. بصوا في الخطوه دي انا مش عايزه نار عاليه، عايزه نار هاديه. هنهدي النار عليها وهنقلب كده لغايه لما تبدا تطرى معانا. بصوا هي ما بتاخدش وقت على فكره، يصدقوني، يعني هي 5 دقايق بالكتير هيكون كل حاجه بقيت تمام. وطبعا لو احنا عايزينها نعملها نباتي فاحنا في النهايه هنحط معلقتين زيت، لكن لو عايزين نعملها بالزبده او بالسمنه برضو هنحطها بس في الاخر، وبرضو هنحط معلقه لمعلقتين سمنه او زيت على حسب ما انتوا بتحبوا القوام بتاعها. طيب لو عايزين تعملوا العجوه بالبلح الناشف، البلح الناشف لازم تقطعوه، برضو بتشيلوا النوايا بتاعته وبتقطعوه وبتنقعوه في ميه مش اقل من ساعه ساعتين كده عشان يبدا يطرى معاكم. بصوا بدات ايه تطرى معايا خلاص، هي معايا. بصوا شايفين بدات تطرى معايا ازاي. هحط بقى معلقتين الزيت او معلقتين السمنه او معلقتين الزبده، ده على حسب بقى ما انتوا عايزين تستخدموها سواء نباتيه او عاديه. شايفين اديتها لمعه حلوه ازاي. في الخطوه دي بقى انا عايزه هرسها، فهجيب بقى الهراسه بتاعه البطاطس بتاعتي وهبدا اضغط عليها بالشكل ده. عايزين تعملوها بالهاند بلندر اوكي لو انتوا عايزينها مهروسه خالص، لكن انا بالنسبه لي مش بحبها مهروسه قوي، فانا هستخدم الهراسه العاديه. ولو عايزين تطروها اكتر من كده ممكن تزودوها معلقه زيت كمان، لكن انا بالنسبه لي انا عايزاها متماسكه عشان اعرف اشكل فيها براحتي. ومش عايزه اقول لكم يعني بتبقى خطيره قد ايه. عايزين نزود لها سمسم في الخطوه دي اوكي ممكن تزودوها، بس انا بالنسبه لي هي كده تمام. ممكن نزود سمسم وممكن لا، براحتكم خالص. بس بصوا معايا انا كده خلاص العجوه بتاعتي بقيت تمام جدا ويعني خطيره. هسيبها بقى تبرد عشان اعرف استخدمها. هنجيب بقى بوله فاضيه واحطها بقى في نفس البوله بتاعتها، ولازم اسيب العجوه بتاعتي تبرد لاني طبعا انا عايزه استخدم العجوه بتاعتي وهي بارده خالص. مش عايزه اقول لكم طعم العجوه دي بيبقى خطير قد ايه اهو. هسيبها بقى تبرد على جنب ونروح نجهز عجينه المنين بسرعه. دي بقى اسهل مكونات منين ممكن نعملها، سهله وسريعه ومكونات متوفره عندنا في البيت، وكمان هنعملها بالزيت علشان تبقى موفره. لكن لو عايزين تعملوها بالسمنه او بالزبده مفيش مشكله، بس احنا اتفقنا الفتره اللي فاتت ان احنا هنعمل وصفات كلها توفير، علشان كده دي مكونات المنين بكل سهوله. هيبقى معانا نص كيلو دقيق، 250 جرام زيت نباتي او زيت على سمنه اي حاجه. انا عن نفسي هعمله نباتي المره دي فانا هعمله بزيت كله. انتوا تقدروا تستخدموا نص الكميه زيت ونص الكميه سمنه، او نص الكميه زيت ونص الكميه زبده، براحتكم. بس مش عايزه اقول لكم المنين اللي بالزيت بيبقى كريسبي قوي وناعم قوي. حتى لو هتعملوه بالسمنه لازم تحطوا نص الكميه زيت ونص الكميه سمنه. وهيبقى معانا كيس خميره فوريه، 125 مللي ميه او حليب او لبن جوز هند، براحتكم. انا عن نفسي هستخدم ميه لان انا عايزه اعمل وصفه موفره، ومش عايزه اقول لكم في الاخر الطعم بيبقى خيالي. ومعلقه سكر ورشه ملح هنحطها على الدقيق. المكونات مفيش اسهل من كده. هنجيب بقى لازم الميه بتاعتنا تبقى دافيه، دي 125 جرام يعني نص كوبايه، وهنحط عليها معلقه كبيره سكر، وهنحط عليها الخميره الفوريه وهنقلبها بس، وهنسيبها على جنب دقيقه لغايه لما نجهز باقي المكونات. انا قلبتها اهي
وهركنها على جنب. بصوا في البدايه بقى هنجيب العجان، ممكن نعملها على ايدينا بس انا عايزه اشتغل في العجان للسهوله. هيبقى معايا ربع كيلو الزيت، انا مدفياه شويه عايزاه يبقى دافي. هنحطه بقى في العجان، وبعد كده هنحط نص كيلو دقيق، وبعد كده هنبدا نعجنها. بصوا معايا بقى، شايفين الخميره بتاعتي عليت ازاي وبقيت تمام. دلوقتي هبدا احطها اهو بالشكل ده، ادخلها كلها. مش عايزه اقول لكم دي اكتر مقادير مظبوطه للمنين، من غير اي تعقيد ومن غير اي افتكاسات ومن غير ما نزود ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه. فدي مقادير مظبوطه جدا. هنديها عجنه كمان. بصوا مش عايزه اقول لكم العجينه، بصوا عامله ازاي. العجينه خطيره، بصوا ولا بتشقق ولا بيجرى لها اي حاجه. دي احلى عجينه منين انا عملتها صراحه. يعني انا عملت كذا عجينه قبل كده، بس دي كانت اكتر واحده مظبوطه فيهم. بصوا القوام بتاعها، يعني انا لما امسك قطعه كده بصوا متماسكه ازاي. انا في الخطوه دي لازم اسيب العجينه بتاعتي تستريح. فهجيب بوله فاضيه كده. بصوا هجيب بقى البوله بتاعت الدقيق بتاعتي، بوله فاضيه كده، وهبدا ايه احط فيها العجينه بتاعتي. وانا هسيب العجينه بتاعتي بقى، هنجيب فوطه ونغطيها كده ونسيبها تستريح ربع ساعه تلت ساعه، وبعد كده نبدا نشكلها واوريكم احلى منين ممكن تعملوه. العجوه بتاعتي خلاص بردت. هدهن بس ايدي دهنه زيت خفيفه كده عشان اعرف اشكلها من غير ما تلزق في ايدي جامد. وهبدا بقى اعملها صوابع عشان وانا شغاله تاخدش مني وقت طويل. ابقى انا مشكلاها ومجهزاها وحطها ايه اهو. وطبعا العجوه بتاعتنا ممكن تحط لها قرفه، ممكن تحط لها سمسم، ممكن تحط لها ميه زهر، ميه ورد. يعني كل واحد يحط براحته على حسب ما هو بيحب. لكن انا بالنسبه لي يعني بحبها صراحه، بحب احس طعم العجوه من غير اي حاجه تانية. لكن في الاول وفي الاخر الموضوع ذوق شخصي بحت. بصوا معايا العجوه اهي، هركنها على جنب. وهجيب العجينه بتاعتي بقى وهبدا اشكل الاول الساده. هاخد حته كبيره كده شويه اهي. ناخد اول قطعه اهي، وهنبدا بصوا بصوا معايا كده. هبدا ابططها بالشكل ده اهو. انا في البدايه هعمل المنين الساده خالص، اللي بيبقى يا حلاوته بقى مع كوبايه شاي بقى ولا كوبايه قهوه الصبح، بيبقى خطير اهو. شايفين معايا؟ وبعد كده بجيب سكينه او اي قطاعه، هشيل بس الاطراف كده ونبدا نعملها صوابع بالشكل ده. يعني براحتكم في الحجم، عايزينها صوابع تخينه صوابع رفيعه براحتكم اهو. هاخد الاطراف بالشكل كده بالشكل ده، وهجيب الصينيه اهي وهبدا احط. انا مش هدهن الصينيه حاجه لان هي فيها زيت كتير اهو. يعني الحجم براحتكم انتوا، سواء عايزينه تخين او رفيع. اول شكل معانا اهو، شايفين شكله حلو جدا، اللي هو الشكل العادي خالص. هعمل بقى معاكم الشكل التاني. بصوا هجيب برضو قطعة عجينة حلوة كده اهو، هنعملها كده وهحط العجوة في النص بالشكل ده وهنقفل عليها اهو كده. وبعد كده نبدأ ايه
نفردها كده. بصوا سهله ازاي اهي. بس وبعد كده نبدأ نطبطب عليها بالشكل ده اهو. بصوا يعني على ما اظن مفيش اسهل من كده. وبعد كده نجيب المردانة الصغيرة بتاعتنا ونبدأ نفردها اهو. بس هتتفرد معانا بسهولة اهي. نفردها بالمردانة. وبعد كده نجيب المشرشرة دي، اشيل الطرف ده وابدأ بقى نعملها مثلا ايه اهو. شوف الحجم اللي انتوا تحبوه واعملوه ونقطعها بالشكل ده. بعد كده نبدأ نلفها. بصوا حتة عجوة. بصوا اهي. بصوا شكلها حلو قوي اهي. والتانية هتتلف بنفس الطريقة اهي. بصوا العجوة داخلة فيها من جوه ورهيبة. شايفين التشكيل بتاعها سهل ازاي؟ بصوا اول شكلين اهو. نعمل شكل كمان نركنها على جنب. قطعة حلوة برضو من العجينة بتاعتنا اهي بالشكل ده بتاعة العجوة بتاعتنا اهي. ونروح قافلينها. بس بصوا كعب الغزال اهو. مفيش اسهل من كده اهو. واعملوا بقى الحجم اللي يعجبكم. انا هقسمها نصين بس عشان ايه اعرف اتحكم فيها اهي. اخد حتة عجينة من هنا اهي. استنى اقفل دي برضو من ناحيتي. هنقفلها كده. بصوا اهو عملنا 2 كعب غزال. الحجم بقى طبعا ايه براحتكم انتوا اهو. هجيب سمسم بقى واحطها في السمسم اهو. كعب الغزال بمنتهى البساطة اهو. عايزينه بقى طويل ورفيع اوكي، عايزينه تخين براحتكم يعني ايه. ونجيب بقى القطاعة. قطعوا بقى ايه بالشكل اللي يعجبكم وبالحجم اللي يعجبكم برضو. هنجيب صينية بقى ونبدأ ايه نرصها في الصينية. يعني مفيش اسهل من كده. عملناها في لحظات اهي. وادي الطويلة وبعد كده نبدأ ايه نقطعهم. انا عايزاها طويلة اهو. وهعمل معاكم كمان القرص ام عجوة الحلوة قوي اهو. ونبدأ بقى نرصها بالشكل ده. بصوا معايا بقى خامس شكل. بصوا مش عايزه اقول لكم بسيط قد ايه اهو. هنجيب قطعه كده اهي اهي. قطعه يعني نعمل قطعه مثلا قد دي اهو. هنعمل فتحه كده ونروح حاطين فيها العجوه ونقفلها. تانية برضو بنفس الطريقه هنفتحها ونحط فيها حته عجوه ونقفلها. احنا كده بنعمل القرص اهو. بجيب صينيه اهي بس اهو. بفردها بالشكل ده اهي. بصوا اهي. بصوا مفيش اسهل من كده. بتتفرد اهي اهو. بصوا حلوه ازاي. وبعد كده بقى بالسكينه رفيعه ونبدا نعمل ايه
خطوط كده اهي. بصوا معايا من نص كيلو دقيق احنا عملنا كميه قد ايه؟ يعني عملنا 5 اشكال. عملنا كعب الغزال التخين والرفيع، وعملنا الساده، وعملنا اللي بالعجوه، وعملنا كمان القرص. يعني بنص كيلو دي ملينا البيت خير، وبشكله حلو، وكمان ارخص واوفر بكتير ما هنشتريه من بره، وكمان طعمه احلى بكتير. دلوقتي هسيبه يستريح ربع ساعه، وبعد كده نرجع ندخله الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه، من 20 ل 25 دقيقه، طبعا على حسب الحجم بتاعه المنين بتاعي سواء كبير او صغير. شايفين المنين بعد ما خرج من الفرن؟ بصوا شكله حلو ازاي، شايفين اللون حلو قوي. بصي بقى اللي بالعجوه الملفوف خطير. بص بقى المنين الكعب الغزال الجامد ده، بص الرفيع وبصوا التخين، بصوا اشكالهم حلوه ازاي. بصوا بجد شكله حلو جدا وخطير جدا جدا جدا، وكمان باقل تكلفه، وشكله وطعمه خطير جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعارات بكل فيديوهاتي.